السلام عليكم. معكم عبد المال في قناة تعليم السياقة. نواصلوا أسئلة تاع الامتحان قانون المرور في الجزائر. هنا السؤال 8: كيف يتم الدوران إلى اليسار؟ جواب: احترام الإشارة، تحترم الإشارة، تخفيض السرعة، تنقص لا فيتاس بالفران وتبدا ديغرادي، إشعال الغماز على اليسار على بعد 30 متر ولكن عند 3 وضعيات. طريق ذو اتجاه واحد، هنا كيفاش تشعل الغماز؟ كي تكون الطريق غير تدي اتجاه واحد، نلتزم أقصى اليسار. طريق ذو 3 مراحل، طريقين ذهاب، زوج يدو، واحد إياب، نلتزم طريق الوسط. طريق ذهاب وإياب نلتزم المحور. متى يمنع التجاوز؟ يمنع التجاوز عند الإشارة، إشارة تكون أي إشارة تاع ممنوع التجاوز ولا خط متصل ولا. عند الخط المتصل، عند طريقين صغيرين متقاطعين، عند منعرج، عند مرتفع، عند دخول نفق، عندما تريد السيارة في الخلف أن تتجاوزني، زعما السيارة تكون موراك راها باغا تدوبليك. متى يمنع القيام بنصف دورة؟ عند الإشارة منع نصف دورة، عند الخط المتصل، عند طريق ذو اتجاه واحد، عند طريق سريع، عند منعرج. منعرج قلناه قلناه منعرج، عند المرتفع، عند منحدر، عند دخول نفق، وعندما تريد السيارة في الخلف أن تتجاوزه. هكا ما تنجمش دير نصف دورة. راكم تشوفوا كيما قلت لكم الحلقة اللي فاتت أن الأسئلة غير تتعاود سهلة، لأنك تكون ضابط شوية الكود تفهم مليح. متى تكون الأسبقية اليمين؟ معناتها الأولوية اليمين. عند طريقين صغيرين متقاطعين، عند طريقين كبيرين متقاطعين، عند طريقين متقاطعين بدون إشارة. هنا هادو كاع قريتهم لكم في الكود، هادو الكود كنتولي له تلقاهم. عند الضوء الأصفر الغماز كيف قلتهم في الدروس الأولى تاع الكود، وهادو قلتهم في الدروس تاع الانجينيور، هذاك الكتاب تاع الانجينيور. عند الدورة الإجبارية كيف من الكود. عند أعمدة تقاطع الطرق من الكود. عندما تفقد طريق أولوياتها. نعاودو هنايا علاش قلت لك هذا السؤال أسئلة، هاد الأسئلة تدوهم من الكود. نعاود السؤال: متى تكون الأسبقية اليمين؟ عند طريقين صغيرين متقاطعين، عند طريقين كبيرين متقاطعين، عند طريقين متقاطعين بدون إشارة، عند الضوء الأصفر الغماز، عند الدورة الإجبارية، عند أعمدة تقاطع الطرق، عندما تفقد طريق أولويتها. واصلوا الأسئلة تاعنا. هنا متى يمنع الوقوف داخل البلاد؟ وين ما تتوقفش داخل البلاد؟ عند الإشارة، عند محطة الحافلات، عند إشارة التوقف الإجباري، عند ممر راجلين. هنايا كثير من الناس يقول لك التوقف الإجباري كيفاش هيك حنا نتحبسوا، ماشي ستوب، لأنك تقاري وتخلي لوطوسك وتمشي عند بلاكة تاع ستوب، تقاريها تبلع لوطوسك وتمشي، هذيك هي. عند ممر راجلين، عند الرصيف المصبوغ بالأحمر والأبيض. حنا الرصيفة تاع الشارع كاع مصبوغين بالأحمر، يعني القانون يقول هاك وهما هاك، ما فهمناش حنا ممنوع الوقوف كاع فيه في الشارع. وهنا متى يمنع، وما ديروش على هضرتين نتوما حفظوا هادو. نعاود لكم، عندك تمشي تقول لي راه بالشارع وما نعرف دخلوه بالشارع قال لي عبد المالك ولا. نعاود لك السؤال: متى يمنع الوقوف داخل البلاد؟ عند الإشارة، عند محطة الحافلات، عند إشارة التوقف الإجباري، عند الممر الراجلين، عند الرصيف المصبوغ بالأحمر والأبيض. هذه هي. متى يمنع الوقوف خارج البلاد؟ عند طريق سريع، ما تحبش في طريق سريع، عند منعرج، ما تحبش في فيراج، عند منحدر في هودة عقبة، عند دخول نفق، عند جسر،
عند مقطع سكة حديدية، عند جبل تسقط منه الحجارة، وعند مرتفع. هنا السؤال 14: اذكر 5 حالات تتطلب تخفيض السرعة داخل البلاد. 5 حالات خصك تحسب 5 كلمات. عند إشارة تحديد السرعة، عند الممهد، عند ممر رجلين، عند الضوء الأصفر تمهل للتوقف، عند تقاطع الطرق، عند الدوران على اليمين أو اليسار، عند وجود أخطار بصفة عامة، عند وجود أشغال عمومية، عندما يأمرني الشرطي. نعاودها بالك كنت نعجب، قالك اذكر 5 حالات تتطلب تخفيض السرعة داخل البلاد، تذكر غير 5. عند الإشارة تحديد السرعة تخفض عندها السرعة. عند الممهد تخفض السرعة لأن تا واحد ما يطلع في ممهد 5 أيام ولا يتقل به. عند ممر رجلين، عند الضوء الأصفر تمهل للتوقف، عند تقاطع الطرق، عند الدوران على اليمين أو اليسار، عند وجود أخطار بصفة عامة، عند وجود عند وجود أشغال عمومية، عندما يأمرني الشرطي. اسمحوا لي خوتي على هاد الكحة الصدر، راه قابضني. هذا غير لبيت الطالب الناس اللي راهو دائما يطالبوني اني نقدم لهم الاسئله باش يفوتوا في الامتحان. وراكم تشوفوا لاغريب والصدر والحمان 47 درجه راها على مستوى في الشهر هذا الوقت الليل. الله يوفق، وتسناوني في الدرس الجاي ان شاء الله. مازال باقي الخير تاع الاسئله. الله يسهل خوتي.